بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. حكايتنا النهاردة مع القديس العظيم بين القديسين المعاصرين، القديس أبونا يوسف أسعد، وكلنا بنحبه ونحب طلته وصلواته وبركته لينا دايما في السماء، تشفع علينا وليكوا دايما يا رب. فأبونا يوسف أسعد ترتيبه الثالث بعد إخواته البنتين اللي أكبر منه. فأبونا يوسف أسعد اتولد في 16/9/1944 ميلاديا، وكان ده بعد ما ظهرت الست العذراء لأم قديس أبونا يوسف أسعد وبشرتها إنها تولده، وجابت لها طفل على إيديها وقالت له هتسميه يوسف. وفعلا الأم حملت في نفس الوقت اللي قالت عليه الست العذراء، وحملت بطفل هو قديس أبونا يوسف أسعد. وكان الطفل ده من صغره لغاية صباه في إيمان مقدس، يحفظ الإنجيل من كل قلبه، يحضر القداسات، ويتربى دايما على كلمة ربنا الحية جواه اللي خلت كل حاجة حواليه تنبئه إنه هيبقى قديس عظيم. فنما في الفضيلة ومحبة الكنيسة حتى أصبح شماس فيها، وكان ده على يد المتنيح الأنبا يؤنس مطران الجيزة. وأكمل دراسته الثانوية والتحق بكلية الزراعة والدراسات المسائية في الكلية الإكليريكية، وهو نفسه التلمذ على يد آباء قديسين زي القمص مرقس داود والقمص مخايل إبراهيم والقمص صليب سوريال، واهتم بالخدمة. ولما انتقل للجيزة كان بيراعي القرى والأسر الفقيرة فيها، ويروح يزورهم ويباركهم ويحسهم على حضور الكنيسة. وكان الخادم القديس يوسف خادم أمين جدا، يحب الكنيسة من كل قلبه، ويحس كل اللي حواليه على حضور الكنيسة ومواظبة الأسرار المقدسة فيها. وكان صلاته عميقة جدا، حتى إنها كانت بترج قلوب الناس وبيسمعوا له، لأنها كانت صلاة خالصة ومن القلب ربنا ليه. وكان دايما بياخد إرشاد من البابا كرولوس، حتى أعلمه إنه هيبقى ليه منصب كبير في الكنيسة، وإنه مدعو للكهنوت. فرسموا بالفعل على كنيسة السيدة العذراء بالعمرانية، وده كان 24 من نوفمبر، وده كان سنة 1967 ميلادية. عاش مثال الراعي الأمين للكنيسة، الغيور دايما على الكنيسة وعلى شعبه من كل أذى ومن كل عدو الخير، يصلي من كل قلبه عشانهم. وبالفعل راح لسيدة كانت بعيد عن الإيمان واهتم بيها ورجعها لخراف السيد المسيح تاني، وده كان سبب غيرة كبيرة جدا في الوقت دوت، ان ازاي قدر انه يرجع الست اللي ماشية بطال لطريق المسيح تاني. لكن ده بقوة صلواته ووقوفه قدام المسبح طول الوقت يصلي من أجلنا جميعا، عشان كل واحد يمشي في الطريق السليم ويرجع لطريق المسيح تاني. واهتم بالتعليم وكتب ربنا المقدسة، حتى انه انشأ الاجتماعات وعمل مسابقات للكتاب المقدس، وكان بيطلع رحلات للأسر، وكان دايما بيهتم معاهم ويفرح بيهم ويكلمهم عن الكتاب المقدس في كل رحلة، وينشأ المسابقات بينهم، وكان دايما قاعد بينهم فرحان يمجد ربنا على عمله. وكمان كتب كتب كتير جدا عن الصوم والبتولية، وكان ده سبب بركة كتير للشعب في الوقت ده. وكان بيتكلم عن الرهبنة والبتولية وسر الزواج المقدس، وكمان غير عظاته النارية اللي كل الناس كانت بتستناها من الأسبوع للتاني عشان يصلي معاهم ويباركهم ويحكي لهم على المعجزات اللي ربنا بيصنعها مع كل إنسان على يديه وبركة صلواته. واتحكم عليه في السجن مع الآباء الكهنة والأساقفة، وده كان سنة 1981، من ضمن الناس اللي اتحكم عليهم في الوقت ده بالسجن. لكن كان دايما بيمجد ربنا وعارف ان الست العذراء هتتدخل وهتخرجه من كل ضيقة باسمها المقدس أمين. وظهرت له الست العذراء في السجن والبابا كرولوس، وقالوا له خلاص المحنة انتهت وهتطلعوا بالسلامة، وكده كان ده سبب عزاء وبركة كتير ليه في السجن ده. واهتم بالمكرسات والرهبان وأنشأ ليهم دار للرعاية، كان بيهتم بشؤونهم كتير ويقعد معاهم ويباركهم ويصلوا من أجلهم. وكمان كان كل اللي بيشعر بضيقة بيكتب له ورقة وكان بيحطها على المسبح، وكانت أبدا الورق دوت ما يرجعش فارغ أمام صلواته قدام المسبح. وكل كان ليه مشكلة أو مرض أو تعب أو مشكلة أو أي شيء يتعب الإنسان كان بيصلي من أجله، وكان أمين بيتحقق الطلب حسب وعد ربنا وحسب صلواته القوية قدامه.
وكان لما بيسمع عن أحد خرافه الضالة إنها مشيت بعيد عن المسيح يجري بسرعة يزور ويصلي ويقف زي الجندي ويخاف على خراف السيد المسيح ويحاول يجيبهم تاني للكنيسة، وكان بالفعل بينجح. فده أثار حواليه غيولة ناس كتير غاوية الشر، وكان عدو الخير أعد له بالمرصاد، لكن كان هو دايما واثق في إن ربنا هينجده. لكن للأسف كان سبب في مرة من المرات في استشهاده، وعلى كده استشهد أبونا يوسف أسعد في حادثة على الطريق من الجماعات الناحية التانية، وكان مدبرة. وده كان 24/9/1993. بركة صلوات أبونا يوسف أسعد تكون معاكم ومعانا أمين، واذكرونا دايما في صلواتكم. بركات أبونا يوسف أسعد وبركات أمنا العذراء أولا وأخيرا تكون معاكم ومعانا. اذكرونا دايما في صلواتكم وأمين. ربنا يحفظكم بصلوات القديسين العظام اللي احنا ببركتهم عايشين، ولولاهم احنا ما كناش موجودين، ونشكر ربنا من أجلهم بيتشفعوا لنا في السماء دايما لينا وليكوا. أمين يا رب.